بيبدأ الفيلم بطفل اسمه ليو وجدته بتكون بتحاول تصحيه عشان يروح للمدرسة بتاعته، وبنعرف وقتها ان ليو بيعشق المصارعة الحرة والدبليو دبليو اي، واوضته بتكون مليانة لعب وصور لمصارعين كتير جدا. وبنعرف برضو ان امنية حياته ان هو يكون مصارع في الدبليو دبليو اي لما يكبر. بعدها بيلبس ليو هدومه وبينزل عشان يروح للمدرسة بتاعته، وفعلا بيركب وقتها العجلة بتاعته وبيقابل صحابه وبيروحوا سوا. واول لما بيوصل بيقابله طالب اسمه تريفور، وبيكون تريفور ده العيل المتنمر بتاع المدرسة، ودايما بيكون بيتنمر على ليو واصحابه قدام زمايلهم، وبيفضل وقتها يتريق على ليو ويضربه كتير جدا. وقتها بتيجي المدرسة وبتعاقب تريفور وبتبعته لمكتب المدير. بيروح بعدها ليو وبيقعد مع صحابه، وبتكون في بنت في المكان اسمها إيركا، وبنعرف ان ليو معجب بيها بشكل كبير جدا. بس إيركا بتكون مش واخدة بالها من ليو ولا عارفة ان هو عايش، بسبب ان هو كل ما يحاول يكلمها بيتكسف جدا وبيرجع في قراره. بس بيلاقي وقتها في وشه تريفور واصحابه مستنيينه عشان يضربوه بسبب ان هم اتعاقبوا بسببه. فبيحاول وقتها ليو ان هو يهرب منهم بالعجله بتاعته، وهم بيفضلوا يجروا وراه لحد ما بيقدر ليو ان هو يهرب منهم. وبيخش وقتها البيت في حفله عشان يستخبى منهم، وبعدها بيخش الاوضه في البيت ده وبيقفل الباب بتاعها عليه. وبتكون الاوضه دي غريبه جدا وفيها كراكيب كتير وحاجات ليها علاقه بالمصارعه. فاول ما بيشوف ليو ده بيكون منبهر جدا وبيفضل يتفرج عليها. وبيلاقي وقتها صندوق غريب فيه قناع ازرق شكله غريب وريحته وحشه جدا. بس برغم ده بيقرر ليو ان هو يلبسه عشان فاكره قناع ميستيريو القديم. بس وقتها بيخش عليه صاحب البيت وبيقول له هو متعصب، انت بتعمل ايه في بيتي؟ فبيقول له ليه وقتها اللي حصل، وان كان في ولاد تانيين عايزين يضربوه وهو بيستخبى منهم. فبيتاثر وقتها جدا صاحب البيت بقصه ليو، وبيعرض عليه وقتها ان هو ياخد القناع ده لو هو عايزه. فوقتها بيفرح جدا ليو وبياخد القناع وبيروح لبيته. وبتكون وقتها جدته مستنياه عشان يتفرجوا سوا على العروض بتاعه الدبليو دبليو اي مع بعض. وقتها بيظهر اعلان عن مسابقه للمصارعين، واللي هيكسب في المسابقه دي هيمضي عقد مع الدبليو دبليو اي وهيبقى مصارع وهيكسب $50,000. وبتكون المسابقه دي في نفس المدينه بتاعت ليو. فبيكون ليو وقتها فرحان جدا بده. بعدها بيطلع ليو لاوضته، بس وهو طالع بيسمع ابوه بيكلم جدته، وبيقول لها وقتها ان هو واخد قرض ب$20,000، ولو هو ما سددش القرض ده في خلال شهرين البيت هيتحجز عليه واحتمال يتسجن. فوقتها بتتعصب جدا الجده عليه وبتقول له طب هتتصرف ازاي في المبلغ ده مبلغ كبير جدا. فبيحاول الاب وقتها ان هو يطمنها وبيقول لها ان هو هيدور على شغله وهيتصرف. وقتها بيكون ليو سامع كل ده وزعلان جدا على حالهم، بس بيكون مش في ايده حاجه ومش عارف يعمل ايه. فبيروح وقتها وبيحاول يلهي نفسه باي حاجه عشان ما يزعلش. وبيجي قدامه وقتها القناع اللي هو كان جايبه وبيحاول يلبسه ويتكلم بيه، بس بيتفاجئ وقتها ان صوته اتغير وبقى كبير وطريقه كلامه بقت شبه المصارعين. وبينط بعدها نطه غريبه وبتبقى عاليه جدا، وبسبب نطته دي الدولاب بيقع عليه. بس بيقدر ليو وقتها ان هو يرفعه بصباع واحد. فبيعرف ليو ان ده مش قناع طبيعي وفي سحر بيديه قوه خارقه. فبيروح بعدها ليو لجراج البيت عشان يتاكد اذا كان فعلا قناع سحري ولا صدفه. وبيحاول ليو وقتها ان هو يرفع عربيه، وفعلا بيقدر ان هو يرفعها بايد واحده وبسهوله جدا. وبعدها بيضرب الشجره اللي جنب بيته وبيكسرها بسهوله. فوقتها ليو بيكون منبهر جدا من القوه اللي بقت عنده، وبيقرر ان هو يدور على القصه بتاعه القناع على جوجل. وفعلا لما بيدور بيعرف ان القناع ده وراه اسطوره بتقول ان هو قناع مسحور، وبيدي قوه كبيره جدا وغامضه لناس معينه القناع بس هو اللي بيختارهم. فبيعرف وقتها ليو ان القناع اختاره وان هو شخص مميز عشان مش اي حد بيكسب القوه دي. بعدها بيجي تاني يوم وبيكون ليو راح للمدرسه بتاعته، وبيلاقي وقتها تريفور بيضرب صحابه. فبيقرر ليو وقتها ان هو يدافع عنهم ويلبس القناع، وبيروح عشان يطفي النور وبيهجم على تريفور واصحابه. ولما النور بيفتح تاني بيتفاجئ كل الطلاب ان هم متعلقين، ووقتها بيحيوا ليو جدا مع انهم ما شافوش ان هو اللي ضربهم، بس بيكونوا شافوه وهو رايح ناحيتهم. بعدها بيروح ليو مع صحابه وبيكونوا بيتفرجوا على التلفزيون لحد ما بيجي نفس الاعلان تاني لمسابقه المصارعين مره تانيه. ووقتها بيركز ليو فيه وبيعرف ان اللي هيكسب في المسابقه دي هيبقى معاه مبلغ كبير جدا، والمبلغ ده هيقدر ان هو يسد دين ابوه. فبتجيله وقتها فكره ان هو يخش المسابقه ويلبس القناع، وممكن ان هو يكسب المسابقه دي بسبب القناع. وبيقرر فعلا وقتها ان هو هيدخلها. بعدها بيروح ليو وبيفضل يقيس كذا طقم يلبسه مع القناع، وبيختار وقتها ليه اسم مجهول. وبعد ما بيجهز كل حاجه بيروح لمكان المسابقه عشان يسجل اسمه. وبيخش وقتها ليو يقعد جنب المصارعين اللي هناك، بس كلهم بيعاملوه وحش بسبب حجمه وسنه، ما عدا مصارع واحد بس بيكون شكله غلبان ومحترم اسمه سموز. ووقتها سموز بيتعرف عليه وبيخليه يقعد جنبه. وبيجي بعدها المقدم بتاع المسابقه وبيفهمهم نظام المسابقه هتمشي ازاي، وبيقول لهم وقتها ان كل متسابق هيمسك برميل 100 كيلو وهيرميه، واكتر متسابق هيرمي البرميل ده بعيد هيتاهل للتصفيات اللي بعدها. وفعلا بتبدا المسابقه وبيجي مصارع اسمه شمشون وبيرمي وقتها برميلين مش برميل واحد، وكل اللي موجودين في المكان بيكونوا منبهرين جدا بقوته ومراهنين ان هو ده اللي هيكسب في المسابقه. لحد ما بيجي ليو وبيمسك برميل وبيرميه بقوه جباره لدرجه ان البرميل بيطلع بره المبنى كله. فبيستغرب جدا وقتها كل اللي موجودين وبيبداوا يركزوا معاه. وبعدها بيكملوا باقي التصفيات وبيكون ليه حاطط عليهم كلهم في كل المراحل، وقدر وقتها ان هو يثبت نفسه وسطهم رغم سنه الصغير. وبعد ما التصفيات بتخلص بيختاروا اللي نجحوا فيها، وبيكون ما بينهم ليو
وشمشون وسموز. وبعدها بيروح ليو بس مش بيخش من الباب وبيخش من شباك اوضته عشان اهله ما ياخدوش بالهم ان هو كان بره. بس اول ما بيخش بيلاقي وقتها ان جدته كانت عارفه ان هو بره وصاحيه مستنياه وبتساله وقتها هو ايه اللي اخره بره للدرجه دي. فبيضطر ليو وقتها ان هو يحكي لها على كل حاجه بصراحه وعلى القناع السحري وعلى المسابقه. وقتها جدته بتكون مستغربه جدا من كلامه ومش مصدقاه، بس بيفضل وقتها ليو يحلف لها ان هو مش بيكذب وبيخليها توعده ان هي ما تجيبش سيره لابوه على الموضوع. وبتقول له وقتها ان هي تتفرج على الماتشات بتاعته وهتشجعه يكسب. بعدها بيجي تاني يوم وبيروح ليو للمدرسه بتاعته وبيفضل بعدها يبص على إيريكا من بعيد زي ما هو متعود. بس وقتها اصحابه بيقولوا له ان هو لازم ياخد خطوه ويروح يكلمها، خصوصا ان هي بدات تعرفه بعد ما ضرب تريفور واصحابه. وبعدها فعلا بيقدر ليو ان هو يروح يكلمها ويتعرف عليها وبيتفق معاها وقتها ان هي تجيله يوم ويذاكروا سوا. بعدها بيخلص ليو المدرسه بتاعته وبيروح للمسابقه وبيكون وقتها دور ال16 هيبدا، وليو بيكون وقتها هيواجه خصم قوي جدا. بس بيكون وقتها ليو واثق في نفسه وفي القناع بتاعه. واول ما الماتش بيبدا بيكون راعي بكر متفوق على ليو بشكل كبير، بس بيقدر بعدها ليو ان هو يرجع للماتش ويضربه. وبعدها بيكسب ليو وبيتاهل لدور ال8. وبتكون وقتها جدته بتتفرج عليه من التلفزيون وفخوره جدا بيه. وبعدها ليو بيروح لبيته وبتجيله إيريكا عشان تذاكر معاه زي ما هما متفقين. ووقتها بيقعدوا سوا وبيقضوا وقت مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. وتاني يوم لما بيجي بيخشوا في دور ال8 وبيكون خصم ليو مليان جدا وحجمه ضخم جدا اكتر من ليو بكتير. وبيكون الجماهير كلها بتراهن على الخصم بتاع ليو ان هو هيكسبه بسهوله، بس عكس المتوقع بيكون ليو متفوق عليه بشكل كبير. وبيقدر وقتها ليو ان هو يكسبه بسهوله ويتاهل لنص النهائي. ووقتها بيبدا الناس كلها تعرف ليو ويتابعوه. وبيكون وقتها شمشون واقف وبيتفرج عليه ومستغرب جدا ازاي حد جسمه ضعيف زي ليو يكون قوي للدرجه دي. فبنعرف وقتها ان شمشون شاكك ان في حاجه ورا ليو وان وراه سر غريب هو اللي مديله القوه دي، وبيبقى عايز يدور وراه ويعرف السر ده باي طريقه. وبيكون وقتها ليو بيتمشى مع سموز وبيقول له سموز وقتها ان هو اتاهل لنص النهائي هو كمان، بس الوحش في الموضوع ان هما الاثنين كده هيلعبوا بعض ولازم واحد بس منهم هو اللي يتاهل للنهائي. فبيقول له وقتها ليو ان لازم الماتش ده نلعبه بعدل والاحسن ما بيننا هو اللي يتاهل من غير غش. تاني يوم بيروح ليو مع اصحابه وبيتغدوا سوا وبتقول لهم وقتها إيريكا ان هي عايزه تخش مسابقه رقص بس خايفه جدا من التجربه دي ومن انها ما تتقبلش، بالذات ان هي بتخاف جدا ان هي تطلع قدام جمهور كبير وهتكون وقتها مضطريه ان هي تقف قدام جمهور كبير جدا. فبيفضل ليو وقتها يشجع فيها ويديها ثقه في نفسها ويقول لها ان هي هتنجح، وبيقترح عليها وقتها ان هو يطلع معاها ويرقصوا مع بعض كتيم وما تبقاش لوحدها. وهي وقتها بتفرح جدا وبتوافق على الاقتراح بتاع ليو. وفي وسط ما هم مبسوطين بيلاقوا ان في حرامي داخل المطعم اللي هم بياكلوا فيه. فبيقرر وقتها ليو ان هو يلبس القناع السحري بتاعه ويوقف الحرامي ده. وفعلا وقتها ليو بيرميه بره بكل سهوله وبينقذهم منه. واصحابه وقتها وكل الناس اللي في المكان بيفضلوا يهتفوا باسمه وبيكونوا مش مصدقين نفسهم. وبتيجي وقتها اعلاميه وبتعمل مع ليو لقاء صحفي، وبنعرف وقتها ان ليو بدأ ان هو يتشهر ويتحب من كل الناس. وبتعدي بعدها الايام وإيريكا وليو علاقتهم بتتطور بشكل كبير وبيكون بيتمرن معاها على الرقصه اللي هم هيعملوها. وبنروح بعدها على يوم ماتش نص نهائي بتاع ليو مع صاحبه سموز. بس بنعرف وقتها ان مدير اعمال شمشون دخل قبل الماتش وحط لزق على السلم اللي ليو هيطلع عليه. واول ما بيطلع ليو بيفضل يتزحلق كتير جدا لدرجه ان سموز اتخض عليه، بس بيضطر وقتها ليو ان هو يكمل الماتش. وبيكون سموز في الاول مبهدله ومستغل ان هو مش عارف يتحرك كويس، بس اول ما بيعرف ليو ان ده بسبب الماده اللي في جزمته بيستغل الموضوع ليه وبيتغلب وقتها على سموز بكل سهوله وبيتاهل للنهائي. بس بنعرف ان هو كده هيلاعب شمشون في النهائي. وبعدها بيمسك ليو مايك وبيفضل يقول كلام حلو في حق صاحبه سموز. وبيروح بعدها ليو لجدته واصحابه وبيفضل يتكلم معاهم وبيقول لهم وقتها ان هو بيكسب بسبب الماسك ده. بس بنعرف وقتها ان مدير اعمال شمشون بيتصنت عليهم وبيعرف السر بتاع ليو وان هو مجرد طفل والقناع هو السبب في كل القوه دي. وقتها بتطلب إيريكا منه ان هو ما يتاخرش على مسابقه الرقص اللي هيشاركوا فيها سوا. فبيوعدها وقتها ليو ان هو مش هيتاخر عليها وهيخلص المؤتمر الصحفي وهيروح لها على طول. وبنروح بعدها للمؤتمر الصحفي اللي بيكون مع شمشون وبيفضل وقتها ليو يتريق عليه جامد وبيقلل منه. فبيقوم وقتها شمشون وبيكون متعصب جدا وبيكون عايز يضربه، بس الامن بيقدروا ان هم يوقفوه في اخر لحظه. بعدها بيفضل ليو يعمل لقاءات صحفيه وبينسى نفسه خالص في الوقت. وبتكون إيريكا كل ده مستنياه والعرض خلاص هيبدا وهو لسه ما جاش. فبتضطر وقتها إيريكا ان هي تطلع لوحدها وتتغلب على خوفها، وبيكون ادائها وقتها خرافي وبتبهر لجنه التحكيم والجمهور. وبعد ما بيخلص العرض بيكون ليو وصل، بس اصحابه وقتها بيكونوا زعلانين منه جدا عشان ما جاش. وبدل ما يتاسف لهم بيقول ان المؤتمر الصحفي اهم بكتير من المسابقه بتاعه الرقص وان هم لازم يتقبلوا ان هو دلوقتي مشهور ومش فاضلهم. فبيتعصبوا وقتها كلهم منه وبيسيبوه وبيمشوا. وهو بيرجع لبيته بس بيلاقي وقتها ان تريفول مستنيه بره البيت وعايز ينتقم منه بسبب اللي هو عمله معاه في المدرسه. وللاسف وقتها مش بيلحق ليه ان هو يطلع القناع بتاعه وبياخد علقه سخنه. بعدها بيطلع ليه يقعد مع نفسه من غير ما يتكلم مع حد. فبيحاول وقتها ابوه يطلع له ويتكلم معاه ويحسن علاقتهم
ببعض، بس ليو وقتها بيصده وبينزل ابوه وهو زعلان. بس وقتها بتجيله جدته وبتقول له ان طريقته دي غلط، وان القوه الحقيقيه مش في القناع السحري بتاعه، القوه بتكون طالعه من القلب ومن العقل. فوقتها بيقتنع ليو بكلامها وبيتاثر بيه جدا. وتاني يوم بيروح عشان يعتذر من صحابه على اللي حصل منه امبارح، وان الشهره هي السبب في كل ده وهي اللي عمته عنهم، وان هو من غيرهم ما يسواش حاجه. وبيقول لهم وقتها ان ده عمره ما هيتكرر تاني. فبيحسوا وقتها ان هو فعلا اسف وبيصالحوه وبيرجعوا سوا تاني. وبيجي بعدها اليوم بتاع النهائي اللي بيكون بين ليو وشمشون. وقبل ما الماتش بيبدا بيروح شمشون ومدير اعماله لاوضه تغيير اللبس بتاعت ليو، وبيفضل وقتها مدير الاعمال يكلمه وبيقول له ان هو عارف حقيقته كويس، وعارف ان القناع هو السبب في كل القوه اللي عنده، وان هو مجرد طفل صغير. ووقتها بيكون شمشون ورا بيبدل القناع بتاع ليو لقناع تاني مزيف. وبعدها بيخرج مدير الاعمال هو وشمشون بره. بعدها بيخش ليو للماتش وبيكون شمشون متفوق عليه جدا، وكل الضربات اللي ليو بيضربها مش بتاثر على شمشون. وبيلاحظ وقتها ليو ده وبيكون مستغرب جدا. بس بيطلع وقتها شمشون القناع الحقيقي، وبيدرك وقتها ليو ان القناع اللي لابسه ده مش حقيقي، وان هو هيتضرب جامد وهياخد علقه سخنه. بعدها بيحاول شمشون ان هو يلبس القناع بس مش بيجي مقاسه، فبيرميه وبيقرر ان هو يضرب ليو من غيره. وليو وقتها بيحاول ان هو يهرب منه، بس شمشون بيمسكه وبيرميه على القفص من فوق. وبيحاول وقتها شمشون ان هو يطلع وراه ويجيبه، بس بيتدخل ابوه وقتها وبيقول لليو ان شمشون باين عليه جدا ان هو عنده فوبيا من المرتفعات. وبيحاول يقول له وقتها ان هو لازم يستغل ده. فبيحاول وقتها ليو يفضل يستفز شمشون عشان يبص تحته، وفعلا بيبص شمشون تحته وبيدوخ وبيقع. وبيكون وقتها ليو قدر ان هو يوصل للقناع، بس بيقرر ان هو مش هيلبسه وهيكسب شمشون من غيره. وبعدها بينط على شمشون وبيقدر ان هو يكسب الماتش. وكل الجمهور وقتها بيكونوا فخورين جدا بليو وبيشجعوه. بعدها بيمسك ليو مايك وبيشكر اهله واصحابه انهم استحملوه الفتره دي وشجعوه كتير. وبيجي بعدها المقدم بتاع المسابقه وبيسلمه الجايزه اللي بتكون $50,000، بس بيقول له وقتها ان هو مش هيقدر يخليه يخش الاتحاد بتاع WWE بسبب سنه الصغير. بس برضه بيقول له ان هو ممكن يختار اي حد يخش مكانه. فمن غير تفكير بيختار ليو صاحبه سموز. وبيكون سموز وقتها فرحان جدا ومش مصدق نفسه. وبعد اسبوعين بيكون ليو سدد الفلوس اللي على ابوه، وصلحوا هما الاثنين علاقتهم ببعض بشكل كبير. وبيقرر ليو وقتها ان هو يتمرن مصارعه حره عشان لما يكبر يخش الاتحاد من غير قناع سحري ويبقى مصارع محترف. لو طريقتي عجبتك وعايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده عشان نقدر نوصل ل 5000 سبسكرايبر في اسرع وقت. ولو عايز فيلم تاني اجمد من الفيلم ده عن محترف فنون قتاليه فانا ارشح لك جدا فيلم كاراتيه كيد. ولو انت قدرت توصل للحته دي فانت حقيقي شخص مميز. اعمل الايموجي ده عشان اعرف انك قدرت توصل لحد هنا. والفيديو ده اللي منتجه هو اخويا العربي. وسلام.